المهم انا هنايا كندير ليهم هذا المقروط كما كتشوفوا. درت لهم الصباح الحرشه، ما بغيتش نولي نعاود نديرها لهم، درت لهم المقروط. المهم ها هو قرب يطيب. المهم طيبته كله، حمرته من الجناب وكل شيء. انا كنفضل المقروط على الملوي، ما كديرش عليكم، تيجيني خفيف وزوين. وهنايا هاد عندي العجينه. هاد العجينه اللي درت هي اللي خديت منها باش درت المقروط. درت 3 الخبزات، شو تبارك الله كل خبزه قداش. دابا راه خمروا، غادي نقرصهم. هذه ارضنا ورانا عايشين فيها، والشعب تاعنا راه عايش في ارضه مهما كان ثمن، وما نسلموش فيها حتى النصر والى الاستشهاد. السلام عليكم خواتنا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. كما على بالكم كانوا داروا معرض يخي في فرنسا للحرف التقليديه، وكانت شاركت الجزائر وشاركت يعني المغرب. خواتنا الفيديوهات نديروا مقارنه بين الحلويات الجزائريه والمغربيه. كما راكم تشوفوا هذه راهي حلويات مغربيه، هاي راهي في معرض تاع فرنسا. يعني انايا بصراحه خاوتنا يعني وبعيد على السياسه، يعني شوف المنظر تاعها كيفاه الحلويات المغربيه. وفي المقابله خاوتنا من بعد درك نشوفوا الحلويات الجزائريه. يعني شوف هذه انا بصراحه ما فهمتهاش، هذه الحلويات واش هي راهي. شوف هذاك الرخضر اخوتي كيفاه داير، شوف واللي مع جنبو شوف. انا بصراحه ما نجمش ناكل. بينات برك مع احتراماتي لخوتنا المغاربه، هذا كاطو شغل غير ديشي. شوف واحد الاشكال جامي يصراو. هذا الكاطو تاع خوتنا المغاربه ما شاء الله. شوفوا خوتي هذا الكاطو بيناتنا برك مع احتراماتي لخوتنا المغاربه، هذا كاطو شغل غير ديشي. شوف واحد الاشكال جامي يصراو. والان اخواتنا نشوفوا الحلويات الجزائريه اللي شاركت بها المراه الجزائريه في معرض باريس. بصراحه اخواتنا فرق كبير، يعني ما تنجمش تكومباري انت ولا يعني بين الحلويات الجزائريه والحلويات المغربيه. حنا رانا تعودنا خاوتنا في الجزائر من قبل، يعني ما العائله تاعنا كيديروا الحلويات في المنزل من قبل ما ناكلهم، يعني نصوروا معاهم حنا في الاعياد والمناسبات، لانه الخدمه راهي متحوفه ومتقونه بمعنى الكلمه. شوفوا خاوت، يعني الانسان اللي يكون ماهوش جزائري ما يعرفش هذه الا كان حلويات هذه. فرق كبير سبحان الله. يعني شوف الخدمه وشوف الاتقان. وذاك نخليو لكم اخواتنا الرقم تاع المرأة هذه اللي تخدم في الحلويات الجزائرية. يعني كاينين عدة ناس جزائريين، ها هو الرقم كيما راكم تشوفوا. يعني أي إنسان في فرنسا يحتاج الحلويات الجزائرية ينجم يتصل بالأخت هذه الجزائرية ودعموا ولاد بلادكم أخواتنا. بصراحة تحفة والله تحفة. يعني شوف ربي يبارك. احنا يعني المرأة الجزائرية حتى اللي ما تعرفش يعني دير الحلويات وما تخرجش بالطريقه هذيك يا خواتنا. خليونا الاراء تاعكم يعني بدون حساسيه. ويناه الحلويات المليحه، الحلويات الجزائريه ولا المغربيه؟ يعني انا بصراحه ما نجمش نقارن، لانه اصلا المستوى بعيد بين الحلويات الجزائريه والمغربيه. شوف انت الحلويات الجزائريه راهي عباره على تحفه، هذه يعني مفروغ منها. الانسان يعني اللي مش جزائري ما يستغربش، لانه الجزائر بطبيعه الحال راهي قاره المساحه تاعها اكثر من 2 ملايين كيلومتر مربع، يعني قد المغرب 4 أو 5 خطرات. على هذه تلقى فيها التنوع الثقافي يعني في جميع الميادين. التراث الجزائري يعني غني عن التعريف، ما نحتاجش حنا نزيدوا. ولو تلاحظوا في هذه الفترة الأخيرة كاين ناس بزاف يوتيوبر
مصريين وغيرهم يعني من جنسيات ماهمش جزائريين، راه المحتوى تاعهم غير على الاكل الجزائري في اليوتيوب، واللي حاب يتاكد يعني يدخل. راهو معروف المطبخ الجزائري يعني من احسن المطابخ في العالم، يعني عنده تنوع. عندنا حنا كما نقولوا حنايا كم هائل من الاكلات الجزائريه، ومن بين الحلويات اللي راكم تشوفوا فيها بصراحه راهي تحفه. يعني شوف فرق واسع، ما تنجمش يعني تكومباري نتايا بين. وفي المقابل كاين ناس يخرجوا يقول لك هذا مغربي وهذا مغربي، ما تنجمش تقارن. يعني شوف الخدمه وشوف الاتقان، سبحان الله. يعني حلويات على شكل فواكه. انت لما تشوف حلويات على شكل فواكه يعني في المرحله الاولى تظنها انها فواكه، وهي لا، راهي حلويات بجميع هذه الانواع. راني تعبت انايا باش جبتها لكم، ما نجمش نجيب جميع الانواع انايا الحلويات الجزائريه لانه لا تعد ولا تحصى. كنت جبت انايا البعض منها وفقط. بصراحه تحفه، والله تحفه. هذاك المقروض اخاوتنا، المقروض يعني ما كانش اللي ما يحبوش. شوف الله يبارك، يعني الالوان والاشكال لا تعد ولا تحصى. هذا هو، هذه هي الحلويات الجزائرية والمطبخ الجزائري كما ونوعا وشكلا. والعائلات الجزائرية راه معروفين، يعني كل ما كانش منزل جزائري وما تكونش يعني ربة البيت ما تخدمش الحلويات هذه. يعني الامر عندنا يعني جد بسيط، ما يحتاجش للتعقيد، ولا كما نقولوا حنايا ورثوها ابا عن جد. هذه هي الحلويات الجزائريه خاوتنا، وكانت يعني المشاركه مشرفه ولقات يعني اقبال كبير. خاوتنا ما تنساوش دعمونا الفيديو هذا وهذه المقارنه، وخليونا الاراء تاعكم في التعليقات اخاوتنا بدون حساسيه ولا مجامله. يعني ويناه الحلويات اللي عجبتك، الجزائريه ام المغربيه؟ السلام عليكم ورحمه الله. يلزم ننتبه بأن فيه من يريد تسويد كل هذه الفترة لتشكيك الشعب في ثقته بنفسه، لزعزعة ثقة الشعب، لإظهار الاستقلال بأنه كان تقريب خطأ. لجعل الأجيال التي لم تعرف نقطة الانطلاق تعتقد أن الخلاص هو خارج الجزائر.